السعودية حاليا في عصرها الذهبي وخصوصا في قطاع السياحة. زيارة الرئيس ترامب ما كانتش زيارة عادية، ولكن فتحت أبواب كتير جدا في عالم السياحة السعودية. طبعا طبقا لرؤية السعودية في 2030 واللي بتسعى ليها في استقبال 100 مليون سايح يزوروها بشكل سنوي، تم التوصل لبعض الاتفاقات المبدئية، زي مثلا الاتفاق مع بعض الشركات الأمريكية زي اكسبيديا وتريب ادفايزر على تسويق الوجهات السعودية السياحية في البحر الأحمر ومدينة العلا. وكمان تم مناقشة إصدار التأشيرات السياحية وخصوصا للطلاب اللي بيدرسوا في أمريكا، ده غير الإعلان عن إنشاء مدن ترفيهية ومراكز سياحية، وكمان التوسع في الاستثمارات الفندقية زي ما مجموعة هيلتون قالت. ده غير إنه هيتم تدريب الكوادر السعودية في قطاع الضيافة على بعض البرامج التبادلية مع المعاهد الأمريكية المتخصصة في مجال السياحة والضيافة لرفع الكفاءات وتحسين الخدمة السياحية. وده هيسمح بزيادة فرص العمل للشباب في القطاع السياحي وزيادة الثقافة والتبادل السياحي ما بينهم، ده غير النمو الاقتصادي اللي هيحصل للبلدين. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والفولو في ضيافة علشان يوصل لكم كل جديد في عالم السياحة.